المشاهدون الأكارم، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. من الفضائية الإرتية نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار هذه الفترة. أصحابكم فيها قاسم أحمد، ونستهلها كالعادة بأهم وأبرز العناوين. فرع الاتحاد الوطني للمرأة في عنسبة يقيم أنشطته. المواطنون المقيمون في المهجر ينظمون مختلف الأنشطة الدبلوماسية. اختتام الدورات المهنية التي انتظمها القوات البحرية الإرثية لأعضائها. أكثر من 200 قتيل في أعمال عنف بنهاية الأسبوع في نيجيريا. بوتين وبولتون يناقشان الوضع في سوريا وأوكرانيا. وماليزيا تصادر معطيات رئيس الوزراء السابق. أهلا بكم. قيم فرع الاتحاد الوطني للمرأة في إقليم عنسبة في الاجتماع التقييمي الذي نظم في 24 و25 من يونيو الجاري في مدينة كرن. قيم الأنشطة المنتظمة لتطوير قدرات المرأة التي حققت نتائج مشجعة. وفي التقييم الذي أجراه الفرع للتعرف عن البرامج الموضوعة لتعزيز القدرات المهنية ورفع المعارف وزيادة الوعي الصحي، إضافة إلى الأوضاع الاقتصادية للعضوات في 9 مديريات الإقليم عن كثبة، أوضح بأن الأنشطة الجارية في متابعة صحة الأمومة والطفولة وارتفاع الوعي السياسي وتعزيز القدرات الإدارية ظلت تحقق تطورا ملحوظا. وألقت مسؤولة الفرع السيدة آمنة حسن كلمة أوضحت فيها الوعي والقدرات التي اكتسبتها المرأة في الإقليم رغم كافة التحديات التي واجهتها، مما يعد هذا قوة دافعة لتنفيذ أنشطتها بفعالية وشفافية منوهة، إلى أنه يتطلب جهود حثيثة في مجالات تأطير عضوات جدد ومتابعة المرأة المعترضة من برنامج القروض المصغرة ومشاركتها في عملية انتخابات إدارات الضواحي، إضافة إلى الجهود الجارية للحد من العادات الضارة. وقدمت المشاركات في الاجتماع التقييمي مقترحات وتوصيات أهمها إجراء دراسات حول أولويات المرأة حسب المناطق والتعرف اللازم على المشاكل التي تواجهها أثناء التأطير، وكذلك التعرف على أسباب عدم سداد المعترضات ديونهن في أوانه، وتوسيع أعمال بناء عنابر لانتظار الحوامل في المستشفيات. من جانبها أوضحت مسؤولة الإدارة والمالية بالاتحاد الوطني للمرأة السيدة زايد مسفن بأن الاتحاد يعمل بجدية لتعزيز قدرات المرأة أكاديميا ومهنيا، داعية لإجراء دراسة شاملة تؤكد وجود ودور العضوات اللائي سبق وتلقين دورات مهنية ولعب دور بارز لمساعدة العضوات من أجل تأسيس جمعيات تعاونية ينشطن فيها بالتجارة والزراعة تساعد لضمان مسيرتهن الاقتصادية، وكذلك خلق أرضية عمل ملائمة لجمع الإناث أو لجميع الإناث بالتأطير تحت مظلة الاتحاد الوطني للمرأة. جدد الإرثيون المقيمون في إسرائيل وأستراليا والدول الإسكندنافية الإرثيون المقيمون الدبلوماسية التي نظموها خلال هذا الأسبوع جددوا عهدهم لتنفيذ وصايا الشهداء وفاء لهم. وفي مراسم إحياء 20 من يونيو ذكرى الفخر والاعتزاز التي نظمها المواطنون المقيمون في إسرائيل وإسرائيل، تبرعوا أكثر من 62 ألف دولار و23,200 شكل لصالح صندوق أمانة الشهداء الأماجد. وبموجب المعلومات الواردة، تبرع الإرثيون المقيمون في مدينة ملبورن الأسترالية ب18,158 دولار، والمقيمين في سيدني ب3,010 دولار، والمقيمين في مدينة أدلايد ب4,261 دولار، وسكان بريسبين ب2,617 دولار، والطفلة دالينا وهاب ب160 دولار، وكذلك المقيمون في جولد كوست ب2000 دولار، وقد بلغت قيمة إجمالي التبرع 30,000 دولار. وأفادت المعلومات الواردة من أستراليا بأن المواطنين أيضا اتخذوا مبادرات لتبني 14 أسرة شهيد. كما تبرع الإرثيون المقيمون في إسرائيل ب31,500 دولار، منها 12,000 دولار تبرعت به الجالية الإرثرية في إيلات، وكذلك تبرعت المرأة الإرثرية المقيمة في مدينة إيلات ب4,500 دولار. كما تبرعت أعضاء جمعية فنوت هيوت ب15,000 دولار، إضافة إلى المبادرة التي اتخذوها لتبني 150 أسرة شهيدة.
كما تبرع المشاركون في برنامج إحياء ذكرى 20 من يونيو ذكرى الفخر ب23,200 شيكل و505 دولار لنفس الغرض. ومن جهة ثانية انتظم المهرجان 14 للإرتين المقيمين في الدول الإسكندنافية في الفترة من 21 وحتى 23 من يونيو الجاري في العاصمة السويدية ستوكهولم. وأوضح المنظمون بأن الهدف من المهرجان هو تعزيز الوحدة الوطنية والمحبة بخلق آلية للتعارف بين المواطنين وتعزيز التلاحم والترابط فيما بينهم وتوطيد أواصرهم خاصة الأطفال والشباب. اختتمت الدورات المهنية التي نظمتها القوات البحرية الإريترية لأعضائها القادمين من مختلف الوحدات واستغرقت 3 أشهر. واشتملت الدورات التي نظمت في الفترة ما بين 15 من مارس وحتى 16 من يونيو لعام 2018 بالتعاون مع فرع الإرشاد والتوجيه المعنوي التابع لوزارة الدفاع. وقدمت الدورات التي اشتملت على الصور الفوتوغرافية والمتحركة والجرافيك والصحافة والتوثيق نظريا وتطبيقيا. وألقى قائد هيئة الإرشاد والتوجيه المعنوي للقوات البحرية الإريترية النقيب ستيفانوس جبر ميكائيل كلمة في مراسم التخريج قال فيها أن الدورات المنتظمة هي مواصلة للدورات المهنية المنتظمة في مختلف الأوقات لتطوير قدرات الأعضاء، مشيرا إلى العمل بقوة في المستقبل لإنجاح البرنامج. وعبر المتخرجون عن أهمية الدورات في أعمالهم اليومية وحياتهم المستقبلية، مؤكدين جاهزيتهم لتطويره بالعمل وبذل جهود حسيسة باستمرار. وفي الختام وزعت الجوائز على الدارسين المتفوقين. وحضر مراسم الاختتام قائد هيئة القوات البحرية الإريترية العقيد ملائكة تخل مريم ومسؤولي الهيئات والفروع. أعلن بأن أشجار الشورى المانغروف المغروسة في ضاحية جمهيلة مدينة دهلك والتي تلعب دورا محوريا في الحفاظ على التنوع الأحيائي توجد في وضع جيد. وأوضح ممثل فرع وزارة الثروة البحرية في المديرية السيد عبد طه بأن الهدف من أنشطة التشجير الجارية هو إعادة حيوية أشجار الشورى المنقرضة بمختلف الأسباب إلى حالتها الطبيعية، مشيرا إلى تسيير أنشطة مماثلة في ضاحيتي دحل ودهلك كبيرة. وأفاد السيد عبد طه بأنه وإلى جانب أنشطة التشجير الجارية بفعالية، لعبت السيمينارات وحملات التوعية المنتظمة دورا كبيرا في زيادة وعي المواطنين بأهمية فوائد أشجار الشورى، وقد ظهرت نتائجها على أرض الواقع. وأشار السيد عبد إلى أن أشجار الشورى تلعب دورا هاما للحفاظ على التنوع الأحيائي إضافة إلى استقرار البيئة والحياة المعيشية للمواطنين، موضحا مشاركة ومساهمة المواطنين القاطنين في الجزر والشواطئ البحرية الفعالة للحفاظ على أشجار الشورى ورعايتها. في غضون ذلك أفادت المعلومات الواردة من مكتب وزارة الثروة البحرية في إقليم شمال البحر الأحمر عن غرس أشجار الشورى في مناطق قلعلو وإنجل ويرافلي وغيرها من المناطق بكثرة، وظلت تحقق نتائج مرضية. في إطار تنظيم أنشطة تنموية مختلفة، أعلن بأن البرامج التنموية الموضوعة للتنفيذ في النصف الأول من هذا العام بمديرية إمنة حيلي تحرز تقدما ملحوظا. وقال مدير المديرية السيد إبراهيم مكنن في اللقاءات التي عقدها للسكان أن الأنشطة الجارية التي اشتملت على بناء حفائر وصيانة الطرق وبناء فصول دراسية إضافية في المدارس ظلت تنفذ وفق الجدول الموضوع. وأشار السيد إبراهيم إلى أن الحفائر التي تشيد في ضاحيات عدي قدو وطافان وكدبعور إلى مرحلة الاكتمال، فيما قاربت أعمار صيانة الطريق الذي يربط بين منطقتي إمن حيلي وعد بحيلي، وتم شقه بواسطة شركة بدو للإنشاءات. في غضون ذلك أوضح بأن المواطنين يتخذون مبادرات لبناء مساكن للمعلمين وفصول دراسية إضافية ودورات المياه في المدارس المشيدة في تلك المناطق. من جانبه دعا مسؤول فرع وزارة الزراعة في المديرية السيد منقس الطعامية المزارعين إلى حماية الثروة الغابية ومكافحة انجراف التربة وممارسة الدورة الزراعية، وكذلك إلى تطبيق النصائح والتوصيات المهنية المقدمة من الخبراء الزراعيين في أوانها. بدورهم أكد المشاركون على جاهزيتهم واستعدادهم لمكافحة انجراف طريق إمن حيلي عد بحيلي وإكمال نواقص المستلزمات لبناء المدارس. مشاهدينا الأكارم، فاصل من ثم نعود لمتابعة الأخبار على الصعيد العالمي، فكونوا معنا.
أهلا بكم. قال حاكم ولاية بلاتو أن أكثر من 200 شخص قتلوا خلال أعمال عنف بالولايات الواقعة في وسط نيجيريا في مطلع الأسبوع، وأعداد القتلى التي جاءت أعلى من 86 قتيلا في تعذيرات سابقة للشرطة تجعل من موجة العنف هذه واحدة من أعنف الموجات هذا العام مع تصاعد الاشتباكات في الولايات النائية. وقال سايمون لالونغ حاكم الإقليم في مؤتمر صحفي مع الرئيس النيجيري محمد بوخاري أن الهجوم مزعج ومقلق للغاية لأنه تسبب في خسارة فادحة بسقوط أكثر من 200 قتيل. وأشار حاكم الإقليم كذلك إلى تحد إنساني يواجه آلاف النازحين الذين احترقت منازلهم وحقولهم ودمرت بالكامل. وعادة ما تتسبب هجمات مثل هذه في عطلة نهاية الأسبوع إلى دائرة عنف مستمرة منذ عشرات السنين بين مزارعي ورعاة ترجع بالأساس إلى تنافس على الأراضي القابلة للزراعة. أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عند استقباله مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون في موسكو عن أمله في أن تشكل هذه الزيارة خطوة أولى نحو تقارب بين الولايات المتحدة وروسيا. وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم بوتين إن اجتماعات بولتون في موسكو ستركز على العلاقات الثنائية والاستقرار الدولي وأزمات إقليمية. وكانت وزارة الخارجية الروسية قد أشارت إلى أن الوزير سيرجي لافروف ومستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون ناقشا الوضع في سوريا وأوكرانيا والعلاقات الروسية الأمريكية. هذا وأكد يوري أشاكوف مساعد الرئيس الروسي أن موسكو وواشنطن اتفقتا على مكان وزمان قمة بوتين ترامب، مشيرا إلى أنه سيعلن لاحقا عن تفاصيل القمة. وذكرت التقارير الصحفية أن هذه القمة قد تعقد في العاصمة النمساوية فيينا. أعلنت الشرطة في ماليزيا أنها صادرت مجوهرات وحقائب ومبالغ مالية تبلغ قيمتها 273 مليون دولار من عقارات تابعة لرئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق وزوجته رسمة منصور. وعثر على عقد من الماس والذهب تبلغ قيمته 1.6 مليون دولار و14 تاجا و272 حقيبة فاخرة ضمن تحقيق فساد تجريه الحكومة في صندوق استثمار حكومي أسسه عبد الرزاق. كما صدرت 567 حقيبة تحوي نحو 30 مليون دولار نقدا، علاوة على 423 ساعة و234 نظارة شمس حسب ما قالت الشرطة. وبدأ التحقيق مع رئيس الوزراء السابق بعد هزيمته المفاجئة في الانتخابات في مايو الماضي. ووصفت الشرطة الماليزية مصادرة الممتلكات على أنها الأكبر في تاريخ البلاد. شهد أحد المطاعم الفرنسية روبوت جديد متخصص في صناعة البيتزا يقوم بإعداد البيتزا في زمن قياسي إذا ما قورنت بالوقت المعتاد، وذلك في أحد الضواحي بالقرب من العاصمة الفرنسية باريس. والتقطت عدسات كاميرات التلفزيون مراحل صناعة الروبوت للبيتزا في المطعم الفرنسي، بداية من طلب الزبون للنوع الذي يرغب في الحصول عليه حتى تجهيزها للعميل. هكذا نكون قد وصلنا وإياكم مشاهدينا الكرام لنهاية هذه النشرة. شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.